السلام شباب، اليوم جبتكم طريقة تحويل أموالك من حسابك باير إلى حسابك البنكي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، حتى إن كان المبلغ الذي لديك في رصيدك لا يتجاوز $5. يمكنك إرساله إلى البنك بهذه الطريقة في باير بالتحديد. المهم شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا نبدأ الشرح. أول شيء إخواني، ندخل إلى تطبيق باير ونلغي خاصية الرمز. المهم إخواني، راح نضغط الآن. أول شيء إخواني ندخل على الإعدادات، بعدها نضغط على Security. ركزوا معي إخواني في هذه الخطوات لأنها مهمة جدا. نضغط على الخيار الأول، بعد إخواني ستجدون عندكم في الخيار الأخير، ولكن ستفعلونها في الخيار الأول Never Send، ونضغط على Confirm إخواني. بعدها نضغط على OK، بعد OK وتمت العملية بنجاح. بعد تفعيل إعدادات إخواني ندخل إلى باير مانجر المخصص لتحويل أموال من حسابك باير إلى حسابك البنكي، وسأضعكم رابط باير مانجر في صندوق الوصف. كما تشوفون معي إخواني، نضع الاي بي ادريس أو الرقم الخاص بنا في باير في الخانة الأولى، وفي الخانة الثانية إخواني نضع الباسورد. وهذه أيضا إخواني أهم خطوة، اختيار المبلغ المحول. المهم إخواني، إذا كان رصيدك من $1 إلى $5 نضغط على $5. إذا كان رصيدك من $5 إلى $10، مثلا $6 $7 نضغط على $5، نضغط على $10. إذا كان مبلغ ما بين $10 و $15 نضغط على $15. وهذا كذا إخواني. بالنسبة لي إخواني لدي $40، راح أضغط على $40 لأحولها. وبالنسبة للرسوم إخواني، رسوم التحويل رخيصة جدا، على كل $10 تقوم باقتطاع $1 فقط. وفي الخانة الأخيرة إخواني، خانة مهمة جدا، رقم الريب أو رقم الحساب الخاص بكم الذي تتوصلون إليه بالأموال إخواني. بعد إدخال الريب الخاص بحسابكم البنكي إخواني راح نضغط على Go Next. بعد الضغط على Go Next ستخرج لنا واجهة أنا لست روبوت، وسنؤكد أننا لسنا روبوت. نختار المتطبقات لنؤكد أننا لسنا روبوت. وهكذا إخواني تم توجيهنا إلى الصفحة الرئيسية لباير، وستجدون أن الأموال تم إرسالها. المهم إخواني، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.